عملية الكيفوبلاستي هي جراحة عمود فقري طفيفة التوغل تجرى من خلال ثقب صغير لعلاج آلام الظهر الناتجة عن كسور العمود الفقري بسبب هشاشة العظام. لدى المرضى المسنين تحدث هذه الكسور عادة بعد إصابة طفيفة في المنزل أو في مكان العمل، خاصة لدى المسنين وخاصة لدى السيدات بعد سن 60. عادة ما تظهر هذه الكسور مع ألم في الظهر، يصبحون غير قادرين على الجلوس أو الوقوف أو التحرك في السرير، قد يكون أو لا يكون مصحوبا بألم في الساق. إذن كيف يتم تشخيصه؟ يتم تشخيصه بواسطة الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري القطني لمعرفة وجود الكسر. إذا كان يمكن إدارة الألم بشكل محافظ مع الراحة في السرير، فإننا عادة ما ننصح بالإدارة المحافظة، ولكن في الوقت الحاضر الجميع يريد أن يكون مستقلا وخاليا من الألم فورا، لذا يرغبون في المشي على الفور. لذلك الكيفوبلاستي هو إجراء يتم فيه إدخال إبرة صغيرة بمساعدة نظام الملاحة إلى ظهرك، حيث يكون الجسم الفقري أو العمود الفقري مكسورا، ويتم حقن الأسمنت في العظم. لذلك هو إجراء صغير جدا ويستغرق أقل من 30 دقيقة، وعادة ما يمشي المريض في غضون 30 دقيقة. بعد الإجراء يتم ذلك تحت تأثير تخدير الموضعي، لذلك لا حاجة لبقاء المريض في المستشفى لأكثر من يوم، ويكون المريض قادرا على الحركة في نفس اليوم. لماذا يعتبر الكيفوبلاستي أكثر أهمية؟ في الأيام الحديثة انظر في الوقت الحاضر تغير الهيكل الاجتماعي لعائلتنا، إنها عائلة نووية، ومن الصعب توفير رعاية لمريض يعاني من كسر في العمود الفقري العظمي في المنزل لفترة طويلة أو في المستشفى. إنه أقل جدوى من الناحية الاجتماعية والمالية. الجميع يريد علاجاً سريعاً حتى يتمكنوا من العودة إلى هيكلهم الاجتماعي، ويكون ذلك مجدياً مالياً أيضاً. الكيفوبلاستي هو خيار من هذا النوع.